السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف أميرة. اليوم أنا حبيت نشارك معكم وصفة الكروكي كنت درتها بقهوة حليب. هذه الوصفة بزاف سهلة بزاف اقتصادية وتجي بزاف بنينة، يعني تقطع كمية لا بأس بها. قبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وأيضا تفعلوا الجرس. صلوا وسلموا على حبيبنا وشفيعنا رسول الله. وهذه الوصفة بزاف هايلة. تنساو كامل وصفة الكروكي، راح نضيفوا له واحد المكون راح تستغربوا شوية، تقولوا لي كيفاش نديرو هذا المكون في الكروكي. انا نضيفوه يعني في كروكي قهوة حليب، ماشي يعني كروكي نبيعوه في المحلات. وايضا نقدر يعني نعطيكم المكونات اللي راح نضيفوها اذا حبيتوا تعتمدوها كمشروع. راح نبدو في الوصفة على بركة الله. راح نحتاج 3 بيضات، زوج كاملين، واحدة راح نخلي لها الصعفار. راح نحتاج أيضا يعني كيس ونص من الخميرة الكيميائية، وراح نحتاج أيضا كأس إلى ربع من الزيت، وكأس إلى ربع من السكر، يعني كل سكر حبيبات. وراح نضيف أيضا نحط لكم 2 مغارف من الحليب. راح تستغربوا شوية، راح نضيفهم أنا في بلاصة المايزينا مش راح نضيفها، راح نضيف في بلاصتها الحليب. يعني جربوها وتجي بزاف بنينة بالحليب. يعني على بالي الكروكي تستغربوا انه نديروا له الحليب، انا نديروا الحليب ويجي بزاف بنين. وجربوها ورجعوا لي بالخبر. بالنسبة اللي يحبوا يعتمدوه كمشروع، يعني هذا الكروكي ما تضيفوش الحليب، تضيفوا نص كاس من المايزينا ولا كاس الا ربع، يعني ما تضيفوش الحليب. بالنسبة اللي راح يعتمدوه كمشروع، خاطر الحليب ما راحش يظل يعني فترة طويلة الطايل، يعني هشيش، راح يبس، يعني يقعد هكا يومين يولي لكم يابس. ماشي كيما المايزينا راح يقعد يعني فترة طويلة، هو يعني هشيش. هنايا الزيت ضفت يعني بالنص، نخلط انايا بالنص، نضيف يعني نص ونخلطو مليح يعني في الخليط، ندخلو مليح. من بعد نزيد نضيف النص الثاني. هنايا الفرينة حتديكم 3 كيسان ونص حتى 4، يعني كل واحد وكيفاه. دوكا الفرينة كاين اللي تشرب، كاين للبيضة تاعو كبير، يعني كل واحد وكيفاه، يعني من 3 ونص حتى 4. ما تيبسوش العجينة تاع الكروكي، اذا يبستوها راح يجيكم يابس الكروكي وما يجيكمش كما كنتو حابين. ضيفوا كاس ونص من الخميرة الكيميائية وخلطوا. انا هنا خلطت غير بالخلاط اليدوي، واللي تحب تخلط بالباتور يعني لها الاختيار. انا حبيت نخلط بالخلاط اليدوي، يعني وباه كامل الناس تقدر تديرو. بالنسبه يعني اللي ما يحبوش كذلك يخلطوا بالخلاط اليدوي، خلطوا غير بالمغرفه عادي يجي بنين. هنايا راكم شفتوا كيفاه طميت العجينه، يعني تكون شويه طايقه روحها، يعني ما تكونش يابسه. نقسمها على زوج، نبدا نفتحها في بلاطو كون دهنتو مليح بالزيت. دهنوه بالزيت باه من بعد يعني يجيكم يعني السطح اللي لتحت يجي يتقرمش في الكروك، يعني ما نحبش انا نضيف ورق الطاي. افتحوه مليح. وهنا راح نجيب صفار البيضة تاعي، راح نضيف له مغرفة حليب، وايضا راح نضيف له مغرفة صغيرة من الخل. دوك نضيفها انايا. هذا الخل وش راح يدير؟ راح نحي لكم كامل ريحة البيض، يعني انا ما نحبش ريحة البيض، يعني كي نعود ناكل نشمها، يعني ما نحبهاش. نضيفوا مغرفة صغيرة من الخل راح تروح تماما، يعني كاع ما تشموش فيه ريحة البيض، ولا يعني تذوقوا البيض. هنا راح نجيب فرشيطة وراح نبدأ نخطط الكروكي تاعنا. يعني هذه الطريقة تبقى اختيارية، يعني إذا حبيتي ديري كيما أنا، وإذا ما حبيتيش كاين اللي كامل يخليه سامبل ويزينو آه، بالمربى. لكن الاختيار من هذه الطريقة تعجبني بزاف، يعني كي نشعلو من الفوق نحمرو يجي بزاف باهي، يجي بزاف شباب. هنايا ولا راح نطيبوه على 180 درجة، ما نطيبوش على حرارة عالية، تكون يعني متوسطة. نطيبوه من تحت غير طيب، يعني من تحت راح نشعلو من الفوق نحمرو مليح مليح ونخرجو كما راكم تشوفوا هنايا. عفوا طاب جا ما شاء الله عليه، يعني جو هذوك الخطوط بزاف باينين. انا راح نخليه يبرد واحد شويه هكذا ونغطعو، يعني ما تخليوش يبرد بزاف. انا الصراحه كان عندي خدمه خليته برد مليح هكا، يعني راح يتفتت معكم، ولكن
قطعوه يعني بالموس تاع الخبز، موس المنشار هكا ما يخسرش معاكم. قطعوه يعني كيما أنا يعني كيما تحبوا. هنا يعني السمك تاع الكروكي تتحكموا فيه، قادر هذه العجينة تقسميه على 3 حرابش، يعني كيما تحبي. شوفوا يعني طاب ما شاء الله عليه. كما قلت لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، يعني أي حاجة راح نديرها راح نبرطاجيها معكم وتستفادوا بإذن الله. يعني هذا الكروكي يعني للأمانة ميجيش بزاف يعني يتفتت، يعني يجي عادي، يعني ماشي يتفتت بزاف. إذا حبيتو يتفتت بزاف خليو العجينة تكون يعني مطلوقة أكثر. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.